السلام عليكم. هل نفسك تدخل طب او حتى تكون طالب علاج طبيعي او هندسة او ريادة اعمال، بس دايما بتقول انك شاطر بس المصاريف مش في صفك؟ طب لو قلتلك ان ممكن تدخل الكلية اللي بتحلم بيها بمنحة كاملة بتغطي المصاريف من اول الدراسة لحد السكن والكتب، وهنا بنتكلم عن منحة صالح كامل للتفوق، واللي هقولك في الفيديو ده عنها اكتر وازاي تقدم، وهشارك كمان تجربتي الشخصية في المنح. فلو انت طالب فعلا بتتعب وعايز تكمل تعليمك في جامعة قوية، الفيديو ده ليك. يعني ايه منحة صالح كامل التفوق؟ المنحة دي مش مجرد مساعدة مالية، ولكن دي فرصة تدرس تخصصات زي الطب البشري والعلاج الطبيعي والهندسة، طب الأسنان والحاسبات وريادة الأعمال وإدارة الأعمال. يعني انت بتدخل جامعة محترمة وبتعيش تجربة كاملة، واكتر حاجة مميزة ان المنحة شاملة بالكامل، من اول المصاريف الدراسية، الكتب، والسكن لو الجامعة بعيدة عنك. يعني كل اللي عليك تعمله هو انك تذاكر وبس. لو جينا نتكلم عن الجامعات اللي بتشملها المنحة، فهم 3: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في 3 تخصصات، وهم الطب والهندسة والنقل الدولي، والجامعة المصرية اليابانية في 3 تخصصات برضو، هما الحاسبات والهندسة وريادة الأعمال، وأخيرا جامعة دراية اللي فيها العلاج الطبيعي وطب الأسنان وإدارة الأعمال. شروط التقديم للمنحة بسيطة جدا، متمثلة انك تكون مصري الجنسية ومخلص المرحلة الثانوية او اي شهادة بتعادلها، سواء ستام امريكان او حتى الازهر، والاولوية بتكون للطلاب اللي جايبين مجموع عالي، وغير كده بيثبتوا الحاجة المادية. يعني لو انت شاطر فدي فرصتك. طيب دلوقتي ايه هي الاوراق المطلوبة؟ الاوراق عبارة عن بطاقة الرقم القومي ليك ولأهلك، شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها، وكمان كشف الدرجات، صحيفة الحالة الجنائية ودي بقدر استخرجها الكتروني عن طريق منصة مصر الرقمية او حتى من اقرب اسم شرطة ليا، ومستندات بتثبت الحالة المالية للأسرة زي مفردات المرتب، بيان المعاش، اقرار الحيازة الزراعية، وغير كده البحث الاجتماعي، ورسالة توصية من المدرسين في المدرسة ودي بتعكس الجانب الأكاديمي ليك، وأخيرا إثبات مشاركة في الأنشطة الطلابية لو موجودة. والأوراق دي مش مجرد درجات، ولكن هي انعكاس حقيقي ليك، فلازم تبقى مظبوطة ومترتبة. ندخل بقى على خطوات التقديم للمنحة. وحقيقي منحة الشيخ صالح كامل من أسهل المنح في التقديم ليها. فأنا أول حاجة ببدأ أجهز الورق، بعدها بملى نموذج الطلب الإلكتروني وهسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن، وفي الآخر بمضي على إقرار بصحة البيانات والمستندات، وبعد كده بيوصلي كود بقدر أتابع منه حالة الإيميل بتاعي وهل أنا اتقبلت ولا لأ. دلوقتي بعد ما اتكلمنا عن خطوات التقديم والورق المطلوب وشروط المنحة، فجاء وقت المنحة بتغطي ايه؟ المنحة بتغطي مصاريف دراستك على طول التخصص، بشرط انك تحافظ على GPA 2.4 او جيد، وغير كده بتغطي مصاريف الكتب والمقررات والسكن والتدريب واي حاجة ليها علاقة بيك. منحة الشيخ صالح كامل من المنح اللي ما ينفعش تسيبها تعدي كده وخلاص، لان هي فعلا مش بتختارك بناء بس على الدرجات، لكن هي بتعرف اكتر عن حياتك الاجتماعية، الانشطة الطلابية، انت كشخص اكتر من كونك مجرد رقم. لو وصلت لحد هنا فده معناه انك فعلا مهتم بمستقبلك، وانا هنا عشان اقولك انك مش لوحدك. انا شخصيا قدمت في كذا منحة واتقبلت، وكنت فاكرة اني مش هعرف، بس التجربة علمتني ان الفرصة الحقيقية بتروح للي بيجرب. ابدأ حتى لو خايف، واسأل حتى لو مش فاهم، وخليني اساعدك. وفي الفيديو الجاي هيكون معانا منحة جديدة لجامعة جديدة، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشارك الفيديو مع اي حد ممكن الفرصة دي تغير له حياته.